شكرا دكتور. أستاذ حسين العادلي، مفكرون يرون أن الوضع في العراق مختلف، فإن أحزاب الإسلام السياسي في العراق هي أحزاب طائفية، وأن قوتها بحكم سيطرة الطائفة وليس بحكم سيطرة الجانب الديني. بدأت الحلقة ساخنة وهذا شيء جميل على مود يصير إثراء للموضوع. فقط مقدمة بسيطة لعلاقة بالفضل وبالأساتذة الكرام. أنا أتصور إذا تكلمنا عن العراق الآن، يعني كل دولة لها خصوصياتها وأحزابها وحركاتها وثقافتها ومتبنياتها. أنا ابتداء لا أؤمن بوجود أحزاب إسلامية في السلطة السياسية في العراق. مبرر كونك حزب إسلامي، الحزب جماعة سياسية تستهدف الوصول إلى السلطة وفق رؤية معينة كونية، لها رؤية للدولة تقوم على أساس من الإسلام. هويتك الحزبية ما هي؟ تقول لي أنا يساري، إذا أنت عندك مشروع يساري للدولة يتجسد عبر رؤية ومشاريع وسياسات. تقول لي أنا ليبرالي، يعني مرجعيتك ليبرالية في إنشاء أو تكوين مشروع الدولة. من تقول لي أنا حزب إسلامي، إذا يجب أن تكون بالضرورة، ولا تخلى عن الصفة الإسلامية، بالضرورة تكون لديك رؤية دينية للدولة تقوم على أساس من متبنياتك التاريخية والدينية هنا تحديدا. لذلك من يقول لي أنا حزب إسلامي أقول له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنت إذا حزب إسلامي المفروض لديك رؤية دينية للدولة، بما أنه أنت تتمارس عملية سياسية جوهرها علماني مدني، فأنت ما لك علاقة لكن هو يقنع جمهورا بالممارسات. هاي إذن هي ديماغوجية سياسية. هو يستخدم المقدس ويشتغل بالمقدس لكي يوهم الناس. هذه تحكي عن التجربة العراقية فقط؟ نعم. كل تجارب الأحزاب. هسه إذا تكلمنا على كل التجارب راح يشط بنا الحديث. بس دا أتكلم اليوم على التجربة الإسلامية، الإسلام السياسي في العراق. الإسلام السياسي في العراق منذ 2003 إلى الآن يمارس عملية سياسية جوهرها مدني علماني، ولكن متمسك إلى هاي اللحظة بكونه إسلامي، وده يمارس سياسات ما لها علاقة بهويته ومتبنياته. هذه ديماغوجية، هذا نفاق سياسي. هو يستخدم المقدس لإيهام الناس، لإيهام الناخب بالانتخابات أنني أمثل الهوية الدينية وأنا أدافع عن المقدس. لحظة، وأنا أدافع عن المقدس، يصل من خلال المقدس إلى السلطة، والسلطة يمارس عملية سياسية جوهرها علماني. يعني ماذا نستنتج؟ نستنتج أن هذه الأحزاب هي أحزاب براغماتية تشتغل وفق كل موجة، لكن المهم هي السلطة. لأنني إلى هذه اللحظة لم ألمس على مستوى الدولة كتشريعات وسياسات، لم ألمس أي حوار أو جدال أو صراع على أساس مدرسي. يقول لي أنا إسلامي وهاي رؤيتي، وذاك يقول لي أنا ليبرالي وهاي رؤيتي. انعدام المدارس الفكرية في العراق، انعدام المدارس السياسية في العراق ينطينا رسالة أن هذه الأحزاب هي براغماتية هدفها السلطة وليس مشروع الدولة. شكرا أستاذ حسين. عودة إلى نفس قضية اختلاف وتشابه أحزاب الإسلام السياسي في العراق مع أحزاب الماسكة للسلطة أو التي مسكت السلطة في الفترة الماضية في دول الجوار أو المنطقة العربية. هناك من يشير أن أحزاب الإسلام السياسي في العراق هي أحزاب طائفية استندت على الطائفة لكسب الجمهور. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم. الواقع لا يقاس بالواقع الاجتماعي والسياسي.